النهاردة وصفتنا متهيألي مفيش حد كده ما بيحبهاش. محشي الكرنب يا سلام عليه، ريحته جايبة آخر الدنيا، تسبيكته تحفة، ريحتها حلوة قوي، هو طالع كده زي الزبدة. يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. أول حاجة واحنا بنشتري الكرنباية لازم يكون الورق بتاعها يكون أبيض مش أخضر خالص، وبعدين بندوس عليها كده من تحت، ما بتكونش ناشفة خالص، يعني بتكون طرية شوية مش قوي. كده تعرفي ان الكرنباية تكون مليانة وتكون حلوة. تمام كده. بعد كده بالنسبة لتقطيعها بنيجي بالسكينة كده بنقطع حوالين كده الراس بالسكينة داير ما يدور كده بالشكل ده كده، وبعد كده بنشيل الراس خالص. شايفين زي ما شلناه كده. بعد كده الراس دي اللي بتبقى ماسكة الورق ببعضه كده، هبتدي أشيل ورقة ورقة، هيتشال معاكي في منتهى السهولة. شايفة ورقة ورقة بتطلع بدون تقطيع وبدون أي حاجة وبدون تعب ولا مجهود. الورقة بتطلع مجرد ما بنشيل الراس، الورق بيتشال بقى مع نفسه. يبقى ده بالنسبة لتنقية الكرنباية وبالنسبة لتقطيعها. بعد كده أنا قطعت خلاص كل الكرنباية بالشكل ده كده. طالما قطعنا زي ما قلت لكم كله بيطلع مع ورا بعض. بعد كده بالنسبة لسلق الكرنب ممكن تسلقيها كلها بحالها، لكن أنا بس يعني بحب السلق بالطريقة دي، ورقة ورقة أو ورقتين ورقتين بالشكل ده كده. بنجيب الحلة مجرد المية ما بتغلي بنبتدي ننزل كده بالورقة، مفيش ثانيتين وبنقلبها على الناحية التانية. بس كده تمام استوت. مش عايزين نهريها ولا نخليها لا ناشفة أوي ولا مهرية أوي. طب ازاي أنا أعرف الورقة إذا كانت تمام ما اتهرتش واستوت حلو أو اتسلقت كويس؟ بمسكها كده بكرمشها بإيدي، بتتفرد بمنتهى السهولة، لا بتتقطع بقى ولا لو ناشفة هتتقطع منك. بعد كده بجيبها واروح شايلة اللي هي العظمة اللي في النص كده بتاعت الورقة، وبعد كده ببتدي أتنيها بالشكل ده كده، المقاس اللي أنا عايزاه يعني مقاس 70 كده، وببتدي ألفها أبرمها بالشكل ده كده. شايفين بتتقطع بمنتهى السهولة ازاي. بعد كده بقطع بقى الأجزاء اللي أنا عايزاها على حسب الحجم اللي أنا عايزة الصابع يبقى فيه. شايفين بتقطع شريط طويل وأنا بقسمها على حسب رغبتي. كل واحد طبعا زي ما هو عايز ايه الصابع بتاعي ايه، تعمليه كبير تعمليه صغير ده شيء يرجع لك. هنقطع الورق كله بالشكل ده كده، نعمل واحدة مع بعض. شايفين انا بشيل اللي هي العضماية دي او اللي هي الحتة الناشفة، وبعد كده ببتدي ألفها. شايفين اللفة بنلفها زي رول كده، بس على حسب العرض اللي انت عايزاه. بعد ما لفيتها ببتدي اقطعها كده بالشكل ده كده، طبعا لو في حتة زي كده صغيرة بنرميها، وببتدي اقسمها تقسيمات زي ما قلت لك الحجم اللي انت حباه. طيب بعد كده بقى الخطوة اللي بعد كده هنحضر بقى بقية الحاجات بتاعتنا بعد ما قطعتها وسلقتها، وكده بقت جاهزة للحشو بتاعنا. حتة في حتة بس نقطعها وخلاص كده. شايفين بتقطع ازاي بمنتهى السهولة. بس كده. بعد كده نحضر بقى بقية الحاجة بتاعتنا، وهي نخش بقى على الخضار. بنستخدم حباش وكزبرة، أنا بستخدمش أكتر من كده. بعد كده هنقطعها بس أهم حاجة رفيع خالص. بعد ما أقطعها طبعا هنحطها في مية ونغسلها كويس قوي عشان الرمل والكلام ده. شايفين قطعت اهيت، وهي نحطها بقى في شوية المية نغسلها، غسلناها بقت تمام. بنحضر بقى الرز وبنغسله وبنصفيه، وكمان عندي البهارات كزبرة وملح وكمون، وهحط مرقة دجاج بتدي تطعيمة حلوة قوي، وكمان ربع معلقة من القرفة دي لازم بحطها شيء طبيعي، وطبعا معلقة السكر دي كل اللي بحطه على النار في الصلصة المتسبكة. أنا بحطها في الفريزر متسبكة جاهزة. بعد كده بتغلي، وبعد كده بنضيفها بقى على الرز علشان نبتدي نحضر نحشي الورق بتاعنا. خلاص أنا طبعا قلت لكم قبل كده كتير إن أنا بحط الصلصة في الفريزر جاهزة متسبكة بالبصل وكل حاجة، يعني دوبك بتغلي وبشتغل على طول. بعد كده بقى الورق جاهز عندي، والرز في الصلصة بتاعته بتحبش وكل حاجة. ببتدي بقى كده بحط شوية الرز كده في الورقة، وبتتلف معايا في منتهى السهولة، والورق ما بيتقطعش عشان ما تهريش. وتمام التمام زي ما انتوا شايفين كده. محضرة حاجتك ومحضرة الورق ومتقطع وجاهز. الكرنباية ما بتاخدش في ايدك اكتر من ربع ساعة.
شايفة بتتلف بسرعة بسرعة ازاي، وما بتاخدش وقت خالص. طول ما احنا منظمين حاجتنا ومنظمين حاجتنا وكل حاجة جاهزة قدامنا وكده، منطبخش نفسنا، الحاجة بتخلص في منتهى السهولة وما بتاخدش وقت وبتطلع كمان مظبوطة 100%. انا بعد ما حشيت خلاص كله بالطريقة دي، هرصصته كده في الحلة، وهحط، كنت سايبة شوية صلصة من فوق، طبعا متحيقين برضو كله، حطيتها على النار وغطيتها. مجرد ما بدأت تشرب الصلصة وطيت عليها النار واستوت وبقت زي الزبدة. أحلى شوية محشي ممكن تاكليهم بألف هنا وعافية. باي باي.